أهلا أهلا، صباح الخير، مساء الخير. كل حدا بتوقيته. بعد غياب طويل 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 رجعت لكم هيك بفلوق سريع. فاتحة خير إن شاء الله. حبيت بس أفرجيكم شوية طبخات من طبخات هالرمضان 2024. هون كنت عملت سمك في يوم ما. وراح تشوفوا بعد شوي أظن. طبعا سمك مشوي ومقلي ورز صيادية. أكيد شي يوم رح نعملها مع بعض. وهي كنافة رمضان بيتي 100%. وهون شوية عم فرجيكم شوية زينة من زينة رمضان. الله يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير وفرح وبركة وسرور، والجميع يا رب هيك يكون الله سبحانه وتعالى رفع عن الناس الغمة يا الله. هون راح تشوفوا كمان نقلت للولاد من تشيليز. قلت لهم بدل ما اعزمكم برا تعالوا اعمل لكم تشيليز بالبيت، فعملت الفيجيتا دجاج وشريمب. وهنا عندكم الشريمب والناتشوز وكل السلطات والستيك كمان. وهنا حنلاقي كمان اللي هو القدرة باللحمة بالمكسرات والثوم. أنا ما بعرف أنزع غزاوية ولا الله يا ربي هيك يرفع عنهم الغمة ولا خليلية. أنا بعرف هيك القدرة لما يعني انولدت أنا باكلهم بالحمص والثوم الحب والمقطع. هون العوامات، وإحنا بنسميها هون بالإمارات الجيمات. بس هون محشية بجبنة. وفي أنا حاطة صوص شو اسمه الشوكولا. وكنت حاطة كمان على هاي الجهة. طبعا هون أتذوق. شايفين مقاطيب الجبنة كيف شكلها. كنت حاطة لها صوص الكراميل، واللي بيحب يحط طبعا القطر أو الشيرة بشي برجع لكم. هون المنسف سيد الأكلات. طبعا على طريقة أهل أربد بيحطوا له الكبة أو الكباب وهون اللبن. ويوم المنسف حرام بيكون معه إشي غير الكبة وشوية سمبوسك. طبعا ما في شوربة ولا في سلطة، في اللي هو عملت هيك يعني زي ما بيحكوها إنه تجاوزا. كان مع المنسف سلطة جمندر. هون شفته بشكل سريع مرت البروستد وكأنه مطاعم، لا لازم مطاعم. وهون البرجر عملته كمان بطريقة كتير طيبة من الألف للياء بالبيت. وإن شاء الله الأيام الجاية إذا معنا وقت رح نعمل هاي الأشياء كلها مع بعض هيك إذا الله أعطانا عمر وهدى بالنا يا رب وبالكم. البرجر كان خرافة خرافة. أنا طبعا بلش أستخدم القلاية الهوائية تقريبا من 3 سنين، ما تخيلوا قديش فرق معي الأكل وطيابته ووقته. طبعا كله رح إن شاء الله نشوفه مع بعض. هاي البطاطا كانت على القلاية الهوائية. كمان الكبة عملتها على القلاية الهوائية. والأشياء اللي حتشوفوها كلها هاي مقليات. هون عنا كان أحد أيام رمضان أيضا اللي بعده ما خلص، يا ربي هيك يخلص بسلام وأمان ويجعلنا فيه من الفائزين يا رب، مش من الخاسرين. هون عملت طبعا رز مقلي على طريقة الصينية كان وكوسة مخشي احنا بنسميه، او كوسة بلبن. وهون كان الحلو كنافة، بس انا عندي اقلب على شكل قلوب زي ما انتم شايفين. وشوية هيك ابتكارات عندي، هدول كنت طلبيتهم من احد المواقع. زي الكبسولات هيك بيتعبوا قطر او شيرة احنا مسميها، وبنحطه على القوالب أنا عبيت طبعا طبقة وبعدين حطيت قشطة بتذكر بهذا اليوم. بعدين حطيت طبقة تانية وشويتهم بالفرن عادي يعني. مشان الكنافة الجاهز. هنا شربت فريكة، طبعا أكل جديد ويوم جديد. وعندي اللي هو كان إيطالي وصيني ألفريدو أثينك هنا مع دجاج بالحامض والليمون والكريمة. والتاني كان تشاينيز اللي هو زي عملت سباجيتي بس على شكل نودلز، وعليه اللي هو اللحم بالطريقة الصينية بالخضار طبعا، زي المنغوليان هيك تقريبا، بس بطريقة هيك حامض حلو صيني. وهذا
هدول بشكل هيك سكرين شوتس أو بسموها سناب شات سريع لبعض الأكلات اللي كانت برمضان. كل سنة وأنتم سالمين، الله يعيدوا علينا بالصحة والسلامة والخير والفرح والبركات، وإن شاء الله الأيام الجاية إذا الله أعطانا عمر بنعمل معاكم معظم هاي الأكلات. طبعا هون كان كمان يوم، وهون كمان